السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة العراقي نيوز، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة مع يسر العراقي. في الحقيقة هنتكلم النهاردة عن عنوان الموضوع عن زين العابدين عبد السلام شلقاني إبراهيم، اللي هو طبعا هنقدمه عشان خاطر الناس اللي هي ما تعرفش صورته والناس اللي هي بتتابع القناة لأول مرة يشوفوا صورته. الراجل ده اسمه زين العابدين عبد السلام، نصب على حوالي 10 مليون من المواطنين في شارع ترع الشابوري في عزبة الصعيدة في بهتيم. نصب عليهم وخد فلوسهم ومشي. الراجل ده انا عايز اوصل له رسالة، يعني رسالة مهمة جدا. احنا طبعا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن موضوع الدين والكلام ده كله. عايز اوصل له حاجة، ان احنا لما تواصلنا مع اخوه ومع ابنه ومع بناته ومع زوجته ومع اهله كلهم، يعني كلهم تنصلوا من الدين اللي عليه. يعني ابنه قال انا ماليش دعوه بالفلوس اللي ابويا واخدها. بناته طبعا لا حول لهم ولا قوه وقالوا طبعا مالناش دعوه. مراته، وانا عرفت دوت يعني برضو منهم هم شخصيا، ان مراته واخده منه فلوس جهاز ولادها، وكان عندها جهاز ولادها في قلب الشقة. طبعا ادعت ان هي اتطلقت منه وجت قعدت في الشقة لفترة معينة كده، وقامت جايه واخده عزلها ومشيت اخرى وكلهم. والموضوع ده طبعا بيذكرنا بحاجة عظيمة جدا، وهي الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فهذا كلام ربنا سبحانه وتعالى بيتحقق في موضوع زين العابدين ده. طبعا احنا عنوان الموضوع ان حقيقة وفاة زين العابدين. طبعا احنا عايزين نوصل له رسالة. تخيل نفسك النهاردة ان انت وضعت في خشبة الموت ووضعت في المسجد، وجه ابنك وولادك ومحدش فيهم حب يشيل عنك الدين ده. ايه اللي انت هتعمله؟ ايه اللي انت هتقدمه قبل ما تموت عشان خاطر محدش يسألك في الدين ده قدام ربنا؟ وعايز اوصل لك حاجة مهمة جدا، ان الميت بيفضل معلق حتى يسد دينه. طب مين هيسد عنك الملايين دي كلها كده؟ ابنك الفلوس اللي ليه فلوس عند ابويا يروح ياخدها من ابويا. اخوك قال انا لاقي عنده فلوس وانا هجيب منين؟ اخواتك كلهم قالوا كده. زوجتك خدت عزلها وخدت حقها عزلها واجهزه بنتها اللي كانت في قلب الشقه ومشيت. وانا سمعت ان هي واخده منك فلوس لجهاز بناتها، ومع العلم من ذلك تنصلت عنك. الرساله دي ليك انت ولاي واحد تسول له نفسه ان ياكل اموال الناس بالباطل. هتسأل عنها قدام ربنا. مين هيجي يقف على الخشبة وانت بيصلى عليك كده ويقول لهم الدين بتاع زين عندي؟ مين هيقول كده؟ مين هيشيل الملايين اللي عليك ديت؟ ليه ما بتفكرش في الموضوع دوت؟ انا عايزك تفكر في الموضوع ده كويس قوي. الناس دي كلها هتسألك يوم القيامة. الناس دي هتقف يوم القيامة قدام ربنا سبحانه وتعالى وهتاخد حقها منك. وقلنا قبل كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من ليس له درهم ولا دينار. قال بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وحج وزكاة وأعمال صالحة كتير، ويأتي وقد شتم هذا أكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنقطة الثانية طبعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يوم القيامة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. طيب فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. طيب إيه تاني حاجة بيتحاسب عليها يوم القيامة؟ حقوق الناس.
حقوق الناس ده طبعا يعني سمعنا كتير من العلماء، من علمائنا كتير، ان اهم شيء الدين دوت، لان ربنا سبحانه وتعالى حتى المجاهد في سبيل الله ان قتل وعاد للحياة، وقتل وعاد للحياة، وكل ده في سبيل الله، كل ده ربنا سبحانه وتعالى بيغفر له ذنوبه كلها مع اول قطرة دم. للمجاهد في سبيل الله اللي بيستشهد في سبيل الله ربنا بيغفر له ذنوبه، الا حقوق الناس دي ما بيغفرهاش ربنا سبحانه وتعالى. يغفر ما له ولا يغفر ما للناس، الا الناس نفسها هي اللي هي اللي ممكن تغفر لك. طب هل حد هيغفر لك يوم القيامة؟ حد هيقول له يا رب خلاص انا ليا عنده 100,000 جنيه خلاص انا مش عايزهم؟ لا 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 لا، ده احنا لسه قايلين الآية يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد هيقول يلا نفسي نفسي نفسي. هيجي له ابوه هيقول له يا ابني اديني حسنه، هيقول له لا عنك عني مالي وشأني. ما فيش حد هيقف مع حد. فانت عملت كتير، صليت كتير، كنت بتصلي معانا في المسجد كتير، وكنت ملتزم بالصف الاول وملتزم الصلاه في وقتها، ولكن بعد ده كله هتضيع ده كله باللي انت عملته الاخير ده. انت بعت رساله لابنك وقلت له انا اللي عملت ده كله، انت بتتفاهم ان انت اللي عملت ده كله، انت اللي عملت كده. ما هو كله هيجي على دماغك انت، مش على دماغ حد. الناس دي كلها هتتعلق في رقبتك يوم القيامه عشان تاخد حقها. الناس دي كلها هتتعلق في رقبتك يوم القيامه عشان تاخد حقها. ماشي؟ الرساله دي مش ليك انت لوحدك، بل بالعكس، لا، ليك انت وكل من تسول له نفسه اكل مال اخيه، سواء خد فلوس يشغلها وكلها عليه، سواء خد فلوس منه سلف وما ادهالوش تاني، سواء كل ورث اخته، سواء كل ميراث اخوه، كل ميراث ولاد اخواته. اللي اكل الميراث اكل حقوق الناس. يا جماعه الحقوق دي يوم القيامه مفيش تساهل ولا تهاون في الحقوق دي بالذات. ربنا بيتساهل في حقوقه ولكن لا يتساهل في حقوق الناس. وزي ما شفنا طبعا وسمعنا، والله حصلت قبل كده ان واحده جت على خشبه غسل اخوها وقالت له انا مش مسامحاك وهاخد حقي منك قدام ربنا. ده حصل. واخيرا الست اللي هي كانت في الدهليه اللي نصبت على الناس ب 150 مليون جنيه، ما كانوش عايزين يدفنوا جثتها. ماشي؟ وبعد كده اخواتها واولادها واهلها قالوا خلاص يا جماعه احنا هندفع. طبعا ما كانوش يعرفوا ان 150 مليون. وبعد ما الدفنه خلصت جم يشوفوا الناس اللي ليهم فلوس، ليهم 150 مليون، قال لهم لا هنجيب لكم منين؟ روحوا خدوهم منها. ده اللي هيقولوه ولادك واخواتك واهلك وزوجتك، ده اللي هم هيقولوه، هيبيعوك. محدش هيسد عنك، محدش هيسد عنك. فالمفروض ان انت تتصرف. انا طبعا سبتك فتره وما بقتش انزل زي ما وصلني من التواصل ان انت عايز تعرف تتصرف، بتعرف تتصرف. ووقفنا الكلام في النت فتره، لكن مع الاسف انت ما تصرفتش. فشيل الشيله وانت حر. واخيرا يعني هتقف قدام ربنا، مش اكتر من كده. ان ما جاش الاجل النهارده هيجي بكره، وهتيجي تقف قدام ربنا وهتسأل في حق الناس دي. انت عملت وصليت وعملت ده كله، حافظ عليه وسدد حقوق الناس. اخيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة العراقي، اخوكم يسر العراقي. بدعوكم ان انتوا تشيروا القناة وتعملوا مشاركة للقناة حتى يصلكم كل جديد. وانا طبعا بتوجه بدعوة لكل المشاهدين ان قناة العراقي انا عملتها مخصوص قناة خيرية لكل من هو ان كان عنده مشكلة شخصية او مشكلة عامة يتواصل معنا، وفي موجود طبعا رقم التليفون فوق. يتواصل معنا وبإذن الله نساعدكم ونساعد الجميع على الخير. وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.